نخش بقى على حته السي ار اس. السي ار اس اتاك ده لازم نفهم الاول هو شغال ازاي عشان نفهم الدنيا يعني. دلوقتي انت عندك زي ما قلنا قبل كده ان لما بتيجي تبعت ويب سايت ريكوست الويب سايت، لازم الويب سايت ده ياكسبت الريكوست منك. دلوقتي عشان ياكسبت لازم يكون في حاجات معينه طبعا هو بيحطها، ممكن انت ما تبقاش عارفها قوي الا لو احتكيت بالموقع اكتر. بس هو طبعا زي ما قلنا بيقبل من الاوريجن، يعني بيشوف الاوريجن بتاعك ايه على اساسه بيبدا يقرر هيتعامل معاك ولا لا. السي ار اس بقى مشكله فكرتها ايه؟ ان الويب سايت ده بيبقى بيستراست اي شخص او اي دومين. هو ما يكون الديفلوبر مفعل الفيتشر، يعني سي ار اس دي فيتشر اسمها كروس اوريجين ريكوست شيرنج تقريبا. زي ما بين اسمها ان هو بيشير ريكوستات مع دومينز تانية. طبعا اللي بيكون الديفلوبر اللي عاملها بيعمل فيها مشكله انه بيقلاو من اي دومين، وده طبعا غلط. عشان كده اسمها ميس كونفيجريشن. الفكره فيها ايه؟ ان انا كفيكتيم، الفيكتيم ده الفيكتيم هيروح يبعت ريكوست او هيفتح الموقع بتاع الاتاكر. تمام. فالاتاكر هيروح يكسكيوت كود هو كاتبه في الموقع بتاعه، ويروح طبعا باسم الفيكتيم. هيقوم جاي الكود ده هيبعت ريكوست للموقع اللي فيه ايه البج دي. جميل جدا. الموقع طبعا بما انه بيأكسبت اي حاجه من اي دومين، هيقبل الريكوست وهيقوم جاي رادد عليه بالداتا اللي المفروض الاتاكر عايز يوصل لها. تمام كده. بما ان هو بيقبل طبعا زي ما قلنا بيقبل من اي دومين، فالداتا اللي هترجع هتروح على الاتاكر دومين او الاتاكر ويب سايت، ويقدر يعمل بيها اللي هو عايزه. دي فكره كده نظريه عن الاتاك. احمد مثلا، احمد وانت ومحمد. تمام. احمد الاتاكر ويب سايت، وانت الفيكتيم، ومحمد هو التارجت. التارجت ده اللي هو الموقع اللي فيه الثغره، المصاب، اللي فيه البيانات اللي الاتاكر ده عايز يسرقها. ماشي. يعني مثلا تفهمها نظري، سيبك من الكود والكلام ده كله هوريهولك دلوقتي، بس افهم الفكره نظري. يجي دلوقتي احمد يقول لك يا محمد يا هاني خد الموقع بتاعي ده شوفه، واحمد حاطط كود في الموقع، كود ايه بيكسبلويت الثغره دي. فانت هتعمل ايه؟ هتفتح الموقع عادي، هيقوم جاي الموقع باعت ريكوست للتارجت اللي هو محمد، يقول له يا محمد انا دلوقتي هاني وبقول لك هات لي البيانات بتاعتي. البيانات دي بقى ممكن تكون كريدت كارد نمبرز، ممكن تكون ايميلات، الايميل بتاعك، مسجات، اي حاجه عايز توصل لها. تمام. يقول له والله انا هاني هات لي البيانات بتاعتي. فطبعا هو بيترست ان انت هاني عن طريق الكوكيز اللي هي الكريدنشلز اللي قلنا عليها قبل كده، فاكر؟ قلنا قبل كده ان هو بيقلل الكريدنشلز. فهو هيترست ان انت هاني، وفي نفس الوقت هو مصدق او واثق في الدومين بتاع احمد اللي هو الاتاكر. فهيرد عليك بالبيانات، فالبيانات هتوصل للاتاكر، فالاتاكر ده هيسيفها عنده، اذا كان بقى كريدت كاردز او ارقام تليفوناتك ايا يكن هي ايه البيانات دي. طبعا تعالى بس نشوف ايه الاتاك بتاعها هيمشي ازاي. نقفل دي، نفتح اللاب. سي ار اس. تمام. بص بقى دلوقتي انا سيبك من دي. انا شخص دلوقتي عادي جدا، انا عندي بروفايل، والله البروفايل بتاعي بيعرض لي بياناتي. تمام. بس انا خدت بالي ان في ريكوست، انا كاتاكر، انا دلوقتي الاتاكر ماشي، خدت بالي والله ان في ريكوست بيروح لحاجه اسمها info.php، او بلاش حته ان هو بعت ريكوست. ممكن تكون عملت بروت فورس على الفايلز ولقيت فايل اسمه info.php. دلوقتي info.php ده ايه؟ فيه البيانات بتاعتي بتاعت الشخص اللي فاتح، مش بتاعت انا كاتاكر. انا مثلا دلوقتي تاف فيكتيم، اسمه جست ورقم تليفونه كذا وايميله كذا، ده الشخص اللي عامل لوجن دلوقتي. ماشي. تمام. دلوقتي انا عايز بقى ايه؟ اسرق البيانات بتاعته. تعال نجرب كده. عايز اوريها لكم بقى ايه على الريكوستات وهي رايحه وجايه ماشيه ازاي. تعال نقفل دي، نفتح واحده ايه على رواقه كده. احنا عارفين ان هو ده المكان اللي فيه الايه الداتا. فانا هبدا ايه؟ انا فتحت ده وجيت بصيت على البيرن، طبعا انا هبعتها على الانترودر. تمام. اللي حصل هنا ايه بقى؟ في حاجتين مهمين بالنسبه لي زي ما اتكلمنا عنهم قبل كده. ان هو بيأكسبت من الاوريجين اللي اسمه ماي دومين، دي حاجه.
وبيقلاو الكريدنشلز. ما لقيتش اوريجين. طب انا هنا ما لقيتش الاوريجين موجود، بيأكسبت الدومين اللي هو واثق فيه، الدومين تبعه هو. فانت بتكتب الاوريجين مثلا mydomain.com، تمام، تكتبه تاني هتلاقي الريكوست عادي اتبعت زي ما هو. طب نيجي نجرب مثلا سب دومين. جيت انا حطيت مثلا سب دومين جنب كلمه mydomain.com، هو بيتراست كلمه mydomain.com، لقيته برضو ايه، عمل تراست لايه، لتست.domain.com. عايز اسالكوا حاجه، هل الاتنين دول زي بعض؟ الدومين في الاول اسمه فيسبوك دوت كوم، طب الدومين في التاني اسمه ايه؟ تيست فيسبوك دوت كوم، ده الدومين كله. لو حبيت اعمل سب دومين اسمه تيست هعمله كده التاني، هضيفها في الاخر تاني. طب دي مفيده في ايه بقى؟ بتساعدنا في ان احنا نبايباس حاجات احيانا. يعني ايه؟ يعني مثلا هو بيترست دومين، صح، بيترست ماي دومين دوت كوم، صح كده؟ طب افرض انا رحت عامل اتاكر ماي دومين دوت كوم، هتتقبل ولا لا؟ وهل هي نفس الدومين ولا لا؟ طب اولا هي طبعا هي مش نفس الدومين زي ما قلت من شويه، هتتقبل ولا لا؟ المفروض لا، بس احنا لو جينا جربناها هنلاقيها هتتقبل. ليه بقى اتقبلت كده؟ انا حطيت اسم دومين انا اقدر اكنتروله. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اروح اشتري دومين اسمه كده، نفس الاسم ده، فاهم ازاي، واتاك الموقع ده. طب ليه اتقبلت كده؟ هوريك بقى الكود بتاعها ماشي ازاي. تعال نبص على الكود كده. الانفو، ادي الانفو، تمام. هو بيعمل ايه؟ عنده الاوريجينال الاود بالنسبه له اسمه ماي دومين دوت كوم، ماشي. فهو بيتشيك هنا هل الاوريجين اللي جاي لي ده في كلمه ماي دومين دوت كوم ولا لا. هو هنا ايه اللي كان قصده الديفلوبر؟ انه يتشيك هل اللي جاي ده سب دومين ليا ولا لا، بس حطها بطريقه غلط. ليه؟ لان انا لو جيت رحت قايل له اتاكر ماي دومين دوت كوم، هل كلمه ماي دومين دوت كوم موجوده؟ هيقول له اه، فساعتها هيأكسبت. فهمتوا المشكله جايه منين؟ انا طبعا كتبت الدومين كده، وهو قال لي ان انا هاكسبت الدومين بتاعك. بيتشيك ازاي؟ اجرب احط له حاجه زي اللي انا لسه عاملها، ان انا اكتب الكلمه اللي هو بيتراست عليها اللي هي ماي دومين دي، واكتب جنبها اي كلمه تانية، الاقيه بيقبلها، تمام. طب افرض رفضها مني، فهو لا، هو كده بتشيك حاجه تانية. طب اجرب اعمل سب دومين، اه لا، ده بيقبل اي سب دومين مثلا، فاهم الفكره؟ فبتبدا تفكر يعني تستثني حاجات. والله انا جربت دي، خلاص دي مش معايا، لغايه ما تجيب اخرك. دي فكره الاتاك عامه. طب انا هستفاد ايه بالدومين ده؟ طب احنا زي ما قلنا ان اي دومين موجود هنا هو بيأكسبت، يعني بيقبل اللي هو هيعمله. فانا لو بعت ريكوست من دومين، تعالى مثلا نخليه في شرطه كده بينه، لو بعت اي ريكوست من دومين اسمه اتاكر داش ماي دومين دوت كوم، هيقبل مني الريكوست وهيديني البيانات بتاعت اليوزر ده. اي حاجه بتتحط جوه الالاو اوريجين ده لو بعت له منه ريكوست هيقبله مني. فانا دلوقتي حطيت جوه الاوريجين ده دومين اسمه اتاكر داش ماي دومين دوت كوم، وقبله مني. ولو بعت ريكوست من نفس الاوريجين ده هيقبلوا مني. انا اللي عليا دلوقتي اعمل ايه؟ اروح اشتري دومين عادي مثلا فتره معينه، دولار $2 على حسب هو بكام، ليه نفس الاسم ده، والكود اللي هحطه فيه هيتنفذ. هيبعت ريكوست للموقع المصاب بتاعنا، والموقع هيرد عليه. انا مثلا عملت هنا حاجه كده ايه، زي بي او سي بسيط كده. عملت جبت دومين اسمه اتاكر ماي دومين دوت كوم، ماشي. ده انا جايبه مجهزه قبل السيشن، تمام. تعالى بقى نجرب نحط الكود بتاعنا. ده الكود بتاعنا اللي هيكسبلويت. تعال نتكلم فيه شويه بقى عشان ده فيه شويه دردشه. الكود اللي احنا او المكان اللي هنبعت عليه الريكوست فين؟ هو ده، صح. فانا هحطه هنا، ثانيه كده، document dot write، تمام. ده الايه اللي هبعت عليه الريكوست، جميل جدا. طب احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، بس خلينا ندردش فيه شويه. ده كلاس بيخليني ابعت ريكوستات ليو ار الز، تمام، اسمه XML HTTP request. وهنا بحط اليو ار ال اللي انا عايزه. طبعا مش لازم احطه في فاريبل، بس انا بسهل على نفسي اكتر عشان لو حبيت اغيره. بس احنا ممكن مثلا ما نحطوش هنا عشان مبقاش فيه لخبطه، نشيله ونحطه هنا. عملت اوبن، هبعت جيت ريكوست ل
اليو ار ال ده. اليو ار ال ده طبعا انتوا عارفين فيه ايه، فيه البيانات بتاعتي. وانا هنا عملت كلمه ترو دي ليه؟ على فكره مش لازم تحطوها عشان ما تتلخبطوش، يعني ممكن نشيلها يعني، بس الاساسي عندي ان انا احط اليو ار ال واحط الميثود اللي هبعت بيها. طب ممكن يكون المكان ده عشان يعرض لي البيانات محتاج ان انا ابعتها بوست، عادي هكتبها بوست مفيش مشكله. فاهم الفكره؟ هنشوف هو عايز انهي ريكوست ونبعته له. فانا هنا بيقبل عندي جيت، فعملت جيت. وطبعا انا هنا بما اني عارف ان هو بيقبل كريدنشالز، احنا عارفين صح ان هو عامل ان هو بيخليك تبعت كوكيز، فانا رحت برضو مخلي الكود بتاعي يبعت كوكيز، يعني هو كمان يبعت له الكوكيز لان الموقع هيقبلها مني. طبعا احنا مش محتاجين نضيف هيدرز معينه، بس احنا هنضيفه مش لازم نضيفه دلوقتي، بس انا بفهمكم فكره انك تقدر تضيف هيدرز. طب ليه ممكن اضيف هيدرز؟ لان احيانا في اند بوينتس مثلا، وليكن اليو ار ال بتاعنا ده مش هيرد عليك مش هيرد عليك بالداتا الا لو لقى مثلا ان الكونتنت تايب بتاع الريكوست جيسون. بتحصل احيانا كتير جدا، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. لو هو بيعمل كده فانا ساعتها هضطر ان انا ايه اضيف الهيدر ده زي ما انا كنت عامل كده. تمام، خلينا بقى نخش على الكود. تمام، اخر حاجه بيعملها الكود ده انه يبعت الريكوست. ماشي. في جزء احنا فوتناه فوق ما اتكلمناش عنه، ده بيعمل ايه؟ لما بيلاقي ان في رد من الموقع اللي انا بعت له الريكوست، بيعمل اللي انا بقوله له هنا. انا هنا خليته يطبع لي الكلام اللي جاي، يعني الرد اللي هيرد عليه الموقع ده بيه اطبعه لي في الموقع بتاعي. بسيط جدا الموضوع، صح كده؟ كنظري مثلا، سيبكم من اللي انا كاتبه ده، مش لازم تحفظه ولا حاجه، انا بجيبه من على النت زي اي حد. يعني انا حافظه ماشي، بس بستسهل احيانا وبجيبه من على النت عادي خالص. يعني مش شرط انك تبقى حافظ كل الكلام ده، بس عارف دي كل حاجه بتعمل ايه. اللي هعمله دلوقتي ايه؟ البراوزر ده بتاع مين؟ بتاع الفيكتيم، اللي هو ايه؟ اللي عايز اسرق البيانات بتاعته. انا بعت له الموقع بتاعي اللي هو اسمه attacker mydomain.com. راح هو فاتح الايه؟ فتح الموقع ده. جميل، تعالوا نشوف الريكوستات. مش تمام؟ بصوا بقى يا جدعان كده، اللي حصل هنا ايه؟ هو راح جاب الداتا بتاعتي وراح عارضها في الموقع ده. بص ده يعني ده ايه؟ ده موقع ايه؟ الاتاكر، اسمه attacker-mydomain.com. دوست انتر وفتحت الموقع بتاع ايه؟ الاتاكر ده. انا فتحت موقع الاتاكر. موقع الاتاكر ده راح باعت ريكوست على الموقع اللي فيه اللي هو المصاب، اللي فيه الثغره بتاعتنا. في نفس الوقت في الداتا اللي احنا عايزين نسرقها اللي هي دي. رد عليا بالداتا اهو، اداني الداتا. يعني انا قلت له هات لي الداتا بتاعت محمد، راح اداني الداتا. طب اللي حصل ايه؟ ان الريكوست زي ما قلنا بيتبعت بالكريدنشال بتاعته، فلو في كوكيز بيرد عليك بيديله الكوكيز معاه. ما بي يعني مش بياخدها، مش بيمنعك يعني. فاهم الفكره؟ لو في كوكيز هتتبعت معاها عادي، وهرجع لك كل البيانات بتاعته. وطبعا الدومين بتاعنا اتضاف زي ما هو. طب اللي بيحصل ايه؟ ده اللي حصل هنا، ان هو ما عملش لود للصفحه. هو بعت الريكوست وخد الرد وطبعهولي في الصفحه بتاعتي من غير ما يقعد يحمل في الصفحه كل شويه. هو بعت ريكوست واحد اهو زي ما انت شايف. هو ده احنا فتحنا الموقع بتاعنا، راحوا باعت ريكوست على الموقع اللي اسمه لوكال هوست، اللي فيه الثغره اللي احنا اللي فيه الثغره اللي هتخلينا نسرق البيانات بتاعه هاني اللي هو انت مثلا. راح رادد عليا بما ان انا تراستد بالنسبه له اهو، شايف؟ رد عليا بالداتا. بص انا دلوقتي في دومين جديد اهو، اللي انا كنت بستخدمه اسمه attacker mydomain.com، وده كان بيشتغل لان انا قدرت ابقى باي باس اللي هو بيتشيك عليه. فدلوقتي عايز اجرب دومين مختلف عشان اوريك ان هو مش هيشتغل في نفس الكود بالظبط. في نفس الكود لو جيت شغلته وجينا نشوف مثلا البر بعت، بص هتلاقيه ما بيردش. بص بعت الريكوست، ده الدومين بتاعنا الجديد. بعت ريكوست، راح قال له ان انت مش تراستد، انت مش مقبول انك تبعت لي ريكوستات. هو عرض البيانات بس ما اداهالوش. طب انا دلوقتي مثلا الموقع بتاعي التاني اللي هو اسمه فالن لابس ده، لما جيت ابعت ريكوست والموقع رفضني، لو فتحنا الكونسول هنا هتلاقي بيقول لك اهو، بيقول لك ان انت الموقع اللي انت عايز تبعت له الاوريجين بتاعك ده بلوكت، مش الاود ان هو ايه يبعت ريكوستات.
فاهم الفكره؟ ده اللي انا عملته هنا. واصله ولا؟ طب الموضوع ده كله بيزد على ان يكون السايت ده بيستخدم الكوكيز، صح؟ مش، لا، اللي هي الاتاك معتمد على الويب سايت ده بيترست الدومين بتاعك ولا لا. لو قدرت تخليه يترست الدومين بتاعك زي ما احنا حاولنا نعمل من شويه، اه، هتحط الكود. هتحط خلي الكود يبعت الريكوست. طب حته الكوكيز دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هو ياكسس الداتا بتاعه اليوزر اللي فاتح على البراوزر. فاهم ازاي؟ يعني لو مفيش كوكيز تمام. معناها ان مفيش يوزر اصلا تسرق منه البيانات، لان هو بيعرض البيانات بتاعه اليوزر او بيعدل في البيانات بتاعه اليوزر عن طريق ايه؟ الكوكيز بتاعته. فاهم؟ هو بيعرفك عن تمام. طريق الكوكيز بتاعتك، فاي حاجه عايز يعملها بيروح يشوف الكوكيز بتاعتك، تعرفه انت مين. فاهم الفكره؟ تمام. بس هي دي الفكره عامه بتاعتها، اتمنى تبقى واضحه يعني. طبعا هنا في برضو لاب ليها تاني عن بورت سواج، في طبعا كذا لاب بس انا بحاول اخد اول او تاني لاب من كل واحده فيهم. وده برضو كان حد جاب بج. ده دي كليك شاكينج، دي مش هنا، دي القديم اللي احنا شرحناها قبل كده، انا حليتها مرتين معلش بقى، دي حركه مني غبيه شويه. بس كده، هي دي فكره الكروس سي ار اس. حد عنده مشكله فيها؟ طبعا ده الكود اللي احنا كنا لسه بندردش فيه دلوقتي.